هيسدد النادي الاهلي اولا. اذا مؤمن زكريا هيسدد اول ضربة للنادي الاهلي. مؤمن زكريا في مواجهة جنش. مؤمن زكريا وتركيز، وداخل مؤمن زكريا وهوبو وتصد. الضربة الأولى ينجح فيها المتألق جنش، وحطها ضعيفة. مؤمن زكريا لم يكن موفق في قوة التسديد، وراح لها جنش بمنتهى الروعة والجمال وصدها، ويبقى الهدف الضائع الأول للنادي الأهلي. طبعا هنا إحباط في أول ضربة، طبعا لسه بدري جدا جدا. شريف إكرامي هيبقى عليه دور كبير جدا جدا جدا. الضربة الأولى لنادي الزمالك، داخل باسم مرسي وهوبو يا عيني، حلوة باسم مرسي. والهدف الأول لنادي الزمالك راح شريف في اليمين، حطها هو في الشمال، حلوة. والهدف الأول لنادي الزمالك. 0-1 لصالح نادي الزمالك. الضربة الثانية للنادي الأهلي، معاناة كبيرة جدا جدا. أحمد حجازي، والضربة الثانية للنادي الأهلي. حجازي وداخل وهوبا، حلوة. أحمد حجازي طبعا اللعيب بعد ما بيخلص من الكرة بيبقى شايل هم ايه، رماه من فوق كتافه. انا سجلت وخلاص، دخل ورايح لها والله، لكن حطها حلوة قوي الحقيقة حجازي، وفيها قوة مناسبة وارتفاع مناسب ببطن رجله، جميلة. والهدف الاول للنادي الاهلي. الضربة الثانية لنادي الزمالك. الضربة الثانية لنادي الزمالك، ادينا وشه يا سيدي، داخل أسامة إبراهيم، وحلوة. برافو يا أسامة إبراهيم، سددها في منتهى الروعة والجمال. حلوة. أسامة إبراهيم. يبقى كده 1-2 لصالح نادي الزمالك. 1-2 لصالح نادي الزمالك. شريف واخد دايما الزاوية اليمين بيروح لها، راح في الأولانية والتانية في اليمين، وحط أسامة إبراهيم على الزاوية التانية. الركلة الثالثة للنادي الأهلي، صالح جمعة، واتصدت. يا سلام عليك يا جنش، روعة يا ابني، روعة. شوفوا العدل أساس الملك. حلمي لاعب جنش برغم ان الشناوي كان جاهز، لكن جنش كان منتظم اكتر وكان موجود اكتر وما كانش مصاب وما توقفش، اداله التوفيق حتى هذه اللحظة في صالحه تماما، وتتجه المباراة في هذه اللحظات لصالح نادي الزمالك بقوة. الضربة الثالثة لنادي الزمالك. الكفة بتميل بقوة في هذه اللحظات لنادي الزمالك. جاب هدفين من هدفين، النادي الأهلي جاب هدف من 3. لو ده دخل هيبقى 3 أهداف. هنشوف. أحمد رفعت البديل اللي نزل بدل من ستانلي. أحمد رفعت وتسجيل والهدف. حلوة. منتهى التركيز، حطها حلوة. بقت كده 1-3. النادي الأهلي ما عندوش فرصة انه يضيع ولا كورة، لانه لو ضيع اي كورة، لو ضاعت اللي جاية دي، يعلن نادي الزمالك بطل. ولو هنشوف، مش هنكمل الا لما نشوف واحدة بواحدة. نشوف الاول الضربة الرابعة النادي الاهلي، مين اللي داخل؟ الضربة الرابعة للنادي الاهلي حسام غالي.
حسام غالي داخل، حسام غالي، حسام غالي وهوبا، يا نهار ابيض، خلصت المباراة. حسام غالي وخلصت المباراة، انتهت المباراة ولن تستكمل ضربات الجزاء.